السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس الثالث في التاريخ. كنا خدنا في اخر فيديو نزلناه هنا على القناة الدرس الثاني في التاريخ بتاع مصر والقضية الفلسطينية، واتكلمنا في اخر الدرس ده عن اعادة بناء القوات المسلحة المصرية، وان عملية اعادة بناء القوات المسلحة المصرية مرت بمرحلتين، مرحلة الصمود والتصدي، والمرحلة الثانية حرب الاستنزاف والمواجهة اللي كانت من عام 1969 ل 1970. واخر حاجة كنا قايلينها في الدرس اللي فات ده هو وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في سبتمبر 1970 وتولي الرئيس محمد انور السادات، اللي هتشهد مصر في ايده مرحله جديده من المواجهه مع اسرائيل وهي حرب اكتوبر. وده عنوان درس النهارده، ده اللي هنتكلم عليه. بس يا ريت بس في الاول تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. درس النهارده بقى هنتكلم عن حرب اكتوبر 1973. وطبعا في حرب اكتوبر الشعب المصري والجيش المصري طبعا ما كانش راضي بالهزيمه اللي حصلت في 5 يونيو 1967، فبدا الجيش بكل شجاعه يبدا يجهز نفسه عشان يخش حلقه جديده من حلقات الصراع العربي الاسرائيلي، وهي حرب السادس من اكتوبر 1973 اللي هي العاشر من رمضان 1393 هجرية. نتكلم بقى عن اطراف حرب اكتوبر. اطراف حرب اكتوبر مصر وسوريا من ناحية واسرائيل من ناحية تانية. طب ايه الاسباب اللي ادت للحرب دي؟ اول سبب هو رفض اسرائيل لكل نداءات السلام ولكل المطالب الدولية بالانسحاب من الاراضي اللي احتلتها في العدوان الاسرائيلي اللي كان في 5 يونيو 1967 بموجب قرار مجلس الامن رقم 242. وتمثلت الاراضي دي في ايه؟ في شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان. رقم 2 هو تصميم مصر وسوريا على إزالة آثار نكسة يونيو 1967. مصر وسوريا مصممين يردوا الهزيمة اللي حصلت لهم في يونيو 1967. طب نتكلم بقى عن استعدادات الحرب. مصر بدأت تستعد للحرب دي من خلال إيه؟ من خلال تهيئة وإعداد الجبهة الداخلية اللي هي داخل مصر، وتهيئة وإعداد الجبهة العربية اللي هي إيه؟ خارج مصر. نتكلم الأول عن داخل مصر. مصر استعدت للحرب ازاي؟ والله اول حاجه عن طريق رفع الرقابه عن الصحف. ما كانش في اي رقابه على الصحف المصريه، وكمان اصدروا دستور جديد، دستور 1971. دول كمان الغوا الحراسات والاجراءات المقيده للحريات، بقى في حريه اي حد عايز يقول حاجه يقولها. وبداوا بقى ان هم يجهزوا الجيش المصري ويسلحوه باحدث الاسلحه وبداوا بتدريبهم. طب بقى اعداد الجبهه العربيه اللي هي خارج مصر عن طريق ايه؟ اول حاجه بصوا عليها ان هم يتخلصوا من كل الخلافات العربيه، وان هم يوحدوا الصف العربي ضد ايه؟ ضد طبعا اسرائيل. بقى الصف العربي كله في صف ضد اسرائيل. تاني حاجه ان هم يستفادوا من كل الموارد والامكانيات العربيه المتاحه، ان هم يقدروا يستفادوا من كل المساعدات والحاجات اللي موجوده اللي الدول العربيه تقدر تقدمها لهم. تبدا بقى الحرب اكتوبر دي لما الرئيس محمد انور السادات ادى اشاره بدء الحرب، وبدات العمليات العسكريه اللي تمثلت بيه اول حاجه هو قيام سلاح الجو والطيران بقياده محمد حسني مبارك بضربه جويه ناجحه. جه بعد سلاح الجو والطيران على طول المدفعيه اللي اشتغلت على طول وبدات تطلق النيران على طول القناه. ده ادى الى حدوث خسائر كبيره في الطيارات والمعدات العسكريه الاسرائيليه، وبدات الدبابات والمدرعات والاليات العسكريه بمختلف انواعها بكل انواعها انها تعبر. تم تدمير خط بارليف، ده اسطوره اسرائيل المزيفه ان خط بارليف محدش يقدر يدمره، وان خط بارليف ما يتدمرش الا بالقنابل النوويه والكلام بتاعهم ده. لكن المصريين قدروا ان هم يدمروا خط بارليف اللي هو اسطوره اسرائيل في 6 ساعات. وبدات القوات المصريه كلها تنتشر على الضفه الشرقيه لقناه السويس، ورفعوا علم مصر عليها، وقدروا ان هم يأسروا عدد كبير من الجنود الاسرائيليين. طب اتكلمنا بقى عن الجبهه المصريه، نتكلم عن الجبهه السوريه. وبدأت القوات السورية في نفس اللحظة اللي القوات المصرية بدأت فيها، وطبعا ده كان بين اتفاق حصل بين القيادة العسكرية بين البلدين طبعا. وبدأت العمليات العسكرية ازاي؟ نفس مصر برضو عبرت الطائرات السورية، اتحركت الطائرات السورية إلى منطقة الجولان المحتلة، وبدأت بعدها الدبابات والمدرعات نحو خط ألون. خط ألون ده هو خط الدفاع الإسرائيلي وهضبة الجولان، حاجة زي ايه؟ بالظبط حاجة زي خط بارليف في الجبهة المصرية. اتحركت الدبابات والمدرعات السوريه نحو خط ألون اللي هو ايه؟ خط الدفاع الاسرائيلي في هضبه الجولان اللي خلاص عرفنا دي بقى. وحصلت معارك جويه كبيره بين الطيران الاسرائيلي والطيران السوري، ورغم المعارك اللي كانت شغاله دي برضو الطيران السوري قدم دعم كبير للقوات البريه اللي اخترقت خط الدفاع الاسرائيلي ودمرته تماما. وعشان الخسائر الكبيره اللي حصلت في اسرائيل في اعداد الجنود والطيارات على الجبهتين المصريه والسوريه، جريت اسرائيل على طول لحبيبتها الولايات المتحده الامريكيه وطلبت منها مساعدات على طول. طب عايزين نتكلم بقى عن الدول العربيه ودور الدول العربيه ودور برضو امريكا اثناء الحرب دي. نتكلم الاول على دور الدول العربيه اللي هو ايه بين قوسين كده الدعم العربي، دعم الدول العربيه لمصر وسوريا عسكريا. في دول عربيه دعمت مصر وسوريا عسكريا. دول زي ايه؟ عندك دوله زي العراق والجزائر وليبيا
والاردن والمغرب والسعوديه والسودان والكويت وتونس. دول كلهم دول عربيه قدمت مساعدات عسكريه لمصر وسوريا. في دول تانية قدمت مساعدات ماليه. طب زي ايه يا مستر؟ اقول لك زي السعوديه والجزائر والامارات. يعني عندك دوله زي الجزائر قدمت دعم عسكري ومالي لمصر، ما تاخروش عن مصر. طبعا باقي الدول العربيه اللي يقدر يقدم دعم عسكري يقدم، واللي يقدر يقدم دعم مالي برضه ما تاخرش. طب سياسيا، والله سياسيا اصدر وزراء النفط العربي قرار في اجتماعهم في الكويت. عملوا اجتماع في الكويت واصدروا قرارات في الاجتماع ده. نص القرارات على ايه؟ نص القرارات دي على خفض انتاج البترول، وكمان حظروا الصادرات النفطيه للولايات المتحده الامريكيه. عشان ايه؟ عشان الولايات المتحده الامريكيه كانت بتقدم مساعدات لاسرائيل، وقاموا بحظر الصادرات النفطيه دي، خاصه لما الرئيس الامريكي طلب مساعدات عاجله لاسرائيل. وطبعا المساهمات العربيه دي كان ليها دور كبير في انتصارات اكتوبر. طب نتكلم بقى عن دور الولايات المتحده الامريكيه في دعم مين؟ اكيد طبعا دعم اسرائيل. طب عسكريا، الولايات المتحده الامريكيه عملت حاجه زي الجسر الجوي لتقديم المساعدات العسكريه لاسرائيل. الجسر الجوي ده طيارات شغاله رايحه جايه محمله كلها مساعدات لاسرائيل، وكمان قدمت معلومات عسكريه لاسرائيل. المعلومات دي ساعدت اسرائيل انها تعمل ثغره في منطقه الدفرسوار. طب ماليا بقى، ماليا الولايات المتحده الامريكيه ما اتاخرتش على اسرائيل وقدمت ليها مساعدات ماليه كبيره جدا وضخم. طب سياسيا اول ما امريكا شافت الدنيا بايظه كده واللي بيحصل في اسرائيل من الجبهتين، اتدخلت على طول مع دول الاعضاء في مجلس الامن التابع للامم المتحده، واصدروا قرار رقم 328. القرار ده طلبوا فيه او يقضي بوقف كل الاعمال الحربيه بدءا من يوم 22 اكتوبر 1973. وبعدها بقى بدات مفاوضات ومباحثات التفاوض بين الطرفين المصري والاسرائيلي. ده كنا بنتكلم على دور ايه؟ كنا بنتكلم على دور الولايات المتحده الامريكيه في دعم اسرائيل، وقبلها دور الدول العربيه في دعم مصر وسوريا. طب عايزين بقى نتكلم على شخصيات مضيئه او مؤثره في حرب اكتوبر. بس قبل ما نتكلم عن الشخصيات دي، يا ريت اللي لسه ما عملش لايك او اشتراك في القناه ينزل يعمل لايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، عشان يفضل متابع معانا في المنهج كده باذن الله. طب الشخصيات المضيئه بقى في حرب اكتوبر، اول شخصيه معانا وهو المشير احمد اسماعيل. مين المشير احمد اسماعيل ده؟ المشير احمد اسماعيل ده الراجل ده كان مدير المخابرات العامه، وبعد كده مسك وزير الحربيه وقائد للقوات المسلحه، وتولى المشير احمد اسماعيل القياده العامه الموحده للقوات المصريه والسوريه في حرب اكتوبر. كان هو اللي تولى القياده العامه للقوات الموحده المصريه والسوريه في حرب اكتوبر، وكمان تولى التخطيط والتنسيق على الجبهتين المصريه والسوريه بدقه كبيره، طبعا وفقا لمهاراته. عشان كده مسك المنصب ده، وده من الناس اللي كان ليهم دور ان هم يصرفوا انظار اسرائيل عن التجهيزات الهجوميه اللي كانت بتحصل على الجبهه المصريه. الراجل ده اللي هو المشير احمد اسماعيل حصل على وسام نجمه سيناء، وده بيعد من اعلى الاوسمه العسكريه. ده مين؟ ده المشير احمد اسماعيل. طب تاني واحد هنتكلم معاه هو الفريق سعد الدين الشاذلي. الفريق سعد الدين الشاذلي ده اختار الرئيس محمد انور السادات ساعتها رئيسا لاركان حرب القوات المسلحه المصريه. يبقى الفريق سعد الدين الشاذلي كان رئيس لاركان حرب القوات المسلحه من عام 1971 لحد 13 ديسمبر 1973، وكان ليه دور كبير مع القاده العسكريين في تطوير القوات المسلحه، وكان من الناس اللي وضعوا خطه عبور قناه السويس وتحطيم خط بارليف، والخطه دي اتنفذت في حرب اكتوبر 73. وتم تكريم الفريق سعد الدين الشاذلي في الذكرى 39 لنصر اكتوبر بمنحه قلادة النيل العظمى. ده كله بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الفريق سعد الدين الشاذلي. ثالث واحد واخر واحد معانا وهو الفريق محمد عبد الغني الجمصي. الفريق محمد عبد الغني الجمصي مسك منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة سنة 1972، وقامت الهيئة في الوقت ده بعمل دراسات واعدادات عن انسب توقيت للقيام بالعمليات الهجومية على اسرائيل على الجبهتين مصر وسوريا، وده كان ليه اثر كبير طبعا في احراز النصر. وبعدها تولى رئيس لاركان حرب القوات المسلحه. الكلام ده كان في ديسمبر 1973. ده مين؟ ده الفريق محمد عبد الغني الجمصي. وطبعا مش عايزين ننسى ابناء مصر البواسل اللي شاركوا في العمليات العسكريه وشاركوا في حرب 73، سواء بقى كانوا قاده او ضباط او جنود اللي ضحوا بحياتهم من اجل مصر. طب هنتكلم بقى عن الدروس والنتائج المستفادة من حرب اكتوبر 73. اول حاجة هنلاقي ان الحرب دي كانت نقطة تحول في الصراع العربي الاسرائيلي، حيث اثبتت منطق مهم قوي، هو ان منطق القوة لا يمنح سلاما. يبقى اول درس مستفاد من الحرب دي ان الحرب دي حرب 73 كانت نقطة تحول في الصراع العربي الاسرائيلي. تاني حاجة هو تحطيم
اسطورة الجيش الاسرائيلي الذي لا يقهر. وكمان الحرب دي ليها اثر كبير في عودة الثقة للمقاتل المصري او العربي عموما. رقم 3 تقويض كلمة رخمة، هدم اسس العقيدة القتالية للقوات الاسرائيلية. كانوا القوات الاسرائيلية والاسرائيليين بقى شايفين روحهم بعد الحرب دي، عرفوا ان في احسن منهم، وان المصريين او العرب قدروا يهدموا او يبوظوا يعني اسس العقيدة القتالية بتاعتهم. رقم 3 انتهاء نظرية الامن الاسرائيلية، وخاصة بعد انهيار خط بارليف اللي كانوا طالعين بيه السما. بيقول لك خط بارليف مش اي حد يعرف يدمره، ده خط بارليف ده ما بيتدمرش الا بالقنبلة النووية، والكلام ده جوه المصريين بخرطوم مية، والخط ده كان على الارض. خامس حاجة معانا او خامس درس مستفاد هو انهاء حالة اللا سلم ولا حرب. يعني ايه حالة اللا سلم؟ يعني حالة ما بين مصر واسرائيل او اسرائيل وسوريا اللي هو مفيش سلم وبرضه مفيش حرب كبيرة، شغالين مناوشات كده، مفيش سلام ما بينهم وبرضه ايه مفيش حرب. بعد الحرب دي انتهت حالة اللا سلم ولا حرب، وبقى في مجال للمفاوضات السياسية من منطلق القوى العربية، من منطلق ان الدول العربية هي المنتصرة دلوقتي فبتفاوض. سادس حاجة أظهرت أهمية سلاح النفط العربي، وده طبعا كان ظاهر بوضوح عند اجتماع وزراء النفط العربي في الكويت والقرارات اللي خدوها. اجتماعهم ده وقراراتهم دي أظهرت أهمية استخدام سلاح النفط العربي. سابع حاجة أو سابع درس أو ناتج مستفاد من حرب أكتوبر، أثرت في العلاقات الإسرائيلية وبعض الدول المحبة للسلام في آسيا وأفريقيا وأوروبا. في دول الحرب دي خلوهم يشوفوا إسرائيل منظر وحش، بقوا شايفين إنها إيه دولة مش كويسة، دولة عايزة حرب على طول، فدي أثرت على علاقاتهم. فهنلاقي إن أثرت حرب أكتوبر سلبيا على العلاقات الدولية لبعض الدول. ده كله بنتكلم في ايه؟ في النتائج والدروس المستفادة من حرب أكتوبر 1973. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس. درس صغير بإذن الله تحفظه بسرعة وتفهمه الأول قبل ما تحفظه. يا ريت تكون عملت لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم مستر أحمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.